المسألة دي فيها شوية أفكار مية مية، أو فيها شوية داتا جديدة ما خدناهاش قبل كده. تعال نبص كده عليه. وحدة تبريد تستخدم في اليوم 134 إذا كان ضغط المكثف وضغط المبخر. ضغط المكثف 10 والمبخر 2، يبقى أنا بشتغل بين 2 و10. تمام. طول المشوار دي جديدة بقى. يعادل 3 قطر الاسطوانة، يعني ال اللي هو طول المشوار بتاع المكبس بيساوي 3 3 القطر. تمام، يعني قد القطر 3 مرات. ماشي. الكفاءة الحجمية 75%. الكفاءة الحجمية 75%، ده في كفاءة دي جديدة بقى. هنشوف بقى ناخدها بنستخدمها في ايه. ساعة الوحدة ده احنا على طول بنجيبها، لا ده هو جايبها لك داتا. ساعة الوحدة اللي هي كيو اي 25 كيلو وات اهي. تمام. سرعة دوران عمود المرفق. ماشي، العمود المرفق بيدور بسرعة دوران 22 لفة في الثانية. تمام. والكفاءة الميكانيكية 92%، وكفاءة نقل الحركة 82%. الكفاءة الميكانيكية هي 92، وكفاءة نقل الحركة 82%. هقول لك انا هحتاجهم في ايه كمان شوية. احسب معدل السريان. عايز الام دوت، دي مش موجودة. طول المشوار اللي هو ال هو جايبه لك هنا ال بيساوي 3 دي، يعني انا لو جبت الدي هجيب ال. اجيب الدي ازاي بقى؟ هي دي النقطة. تمام. طول المشوار ماشي، عايز قطر الاسطوانة دي. ما انا لو جبت ال جبت دي جبت ال. تمام. القدرة المستهلكة للضغط اللي هو الباور، وعايز معاملة ده. لا لا لا، حلوة دي. تعالى كده بقى نبص كده عليها. بقول لك ايه، الضغطين 2 و10. عندي 10 وعندي الاتنين اهو. وهنا اجيب النقطة رقم 1 واجيب الاتش 1. تمام، ادي 1. بعد كده اطلع بثبوت الانتروبي، هنا تبقى 2، وانزل اجيب الاتش 2. تمام. هنا هتبقى النقطة 3 اهي، واحط هنا 3. سهلة. هنا اجيب الحجم النوعي. تمام. 100 يعني 1/10. تعالى بقى هات بقى الاتشات. اتش 1 عندك هنا هتبقى 391. اتش 2 424 كيلو جول كيلو جرام. وعندك اتش 3 بتساوي اتش 4 هيبقى 258. ماشي. عندك هنا اهوت الحجم النوعي 100 على 1000 يعني 1/10 متر مكعب لكل كيلو جرام، وبالتالي تبقى الكثافة 10. 1 على 1/10 يعني 10 كثافة كيلو جرام لكل متر مكعب. جبت الداتا دي، هو ده اللي انا عايزه بقى. خد دول وخش بقى على ليه الحل. تعال نحل. اول حاجة عندك تعرف تجيبها ايه هي؟ الكيو اي مدولك ب 25 كيلو وات بس كده، وانت الاتشات عندك، يبقى كده جبت الام دوت. يبقى عندك الكيو اي بيساوي الام دوت فرق الاتشات اللي هي اتش 1 ناقص اتش 4 حوالين الايفابوريتور. تمام. وبالتالي كده اقدر اجيب الام ايه؟ ام دوت. يبقى الام دوت بيساوي كيو اي على اتش 1 ناقص اتش 4 اهي. اتش 1 ناقص اتش 4، اتش 1 عندك، اتش 4 عندك، الكيو اي اهي عندك 25 كيلو وات. خلي بالك لو كان مدالك بالطن التبريدي اضرب في 3.5، هو مدالك كيلو وات على طول جاهزه. تمام. طلعت لك هنا بكام؟ 1900 كيلو جرام بير سكند. سهله سهله قوي. خد بقى القانون اللي جاي ده قانون جديد عليك، اللي هو في الام دوت وفي الكفاءه الحجميه. اهو الام دوت ريفريجرانت، الام دوت بتاعت مركب التبريد بيساوي الكفاءه الحجميه في الكثافه عند النقطه 1 مضروبه في الباي في الدي تربيع على 4 في ال في الان في الزد. ال طول المشوار، ديت سرعه الدوران، ديت عدد الاسطوانات. لو ما جابلكش الضغط دوت شغال على كام اسطوانه، حطها بواحد. تعالى بقى كده نعوض. الام دوت عندك الكفاءه الحجميه 75%، اللي هي 75% يعني 75%. تمام. الكثافه عندك 10. تعال اكتب كده على طول. اكتب اهي. تمام. الكفاءه الحجميه اهي. انقل الكثافه احنا كنا جايبينها ب10، جبتها عن طريق الفي الحجم النوعي عند النقطه 1. تمام. الباء على 4 دي تربيع، ما عندكش الدي. بقى ال هنا بيساوي ايه؟ ال 3 دي اهو كاتب 3 دي. الان ب 22
عدد الاسطوانات اللي هي زد، احنا قلنا ما دام مش ذاكرها تبقى بواحد. فالموضوع عندك كده بقى سهل بقى خلاص، كلها ارقام، والمجهول عندك هنا بس دي. عندك هنا دي تربيع مضروبه في 3 دي، تمام، دي تربيع في دي يعني دي اس 3 بس كده، واضرب ده كله. وعندك دي نفس الكلام، خد اهي 19% في دي اس 3، ده لما ضربت ده في ده في ده على ده في ده في ده في ده تلاقي لك 388 ونص. تمام، يبقى عندك الدي اس 3 رحت جايب 19% على ده اداك هنا 4.9 في 10 سالب 4. طب انا عايز الدي انقل التلاتة الناحية التانية، يبقى ده كله اس تلت. تمام، وبالتالي كده جبت الدي اهي. يبقى عايز اشيل التلاتة دي اوديها الناحية التانية، يبقى 4.9 في 10 سالب 4 ده كله اس تلت، ادانا دي 79 من 1000. جبت الدي اول مطلوب كنت يعني انت محتاجه بس بعد الام دوت. طيب جبت الايه الدي، تعرف تجيب ال يا عم، ما انت عندك ال هنا بيساوي 3 دي. تمام اهو ال بيساوي 3 دي، شيل الدي دي وحط قيمتها، هيبقى 3 في دي هيديك 24 من 100 متر. سهله، سهله جدا مفيهاش اي حاجه. يبقى انت كده جبت ال وجبت الدي وجبت الام دوت، فاضل لك ايه؟ الباور والسي او بي. سهله جدا مفيهاش اي حاجه. تعالى بقى للباور. الباور بيساوي ايه؟ الام دوت فرق الاتشات حوالين الضغط، اللي هو اتش 2 ناقص اتش ايه 1. بس ما دام جايب لك الكفاءه الميكانيكيه وكفاءه نقل الحركه تقسم على الاثنين دول اهي. هيبقى الام دوت فرق الاتشات انت عارفها، اعلى الكفاءه الميكانيكيه 92% وكفاءه نقل الحركه 82%. ما دام ذاكرهم تقوم قاسم عليهم، ما ذاكرهمش يعني دي بواحد ودي بواحد. ممكن يجيب لك واحده بس والتانيه مش يجيبها، حطها بواحد. ما جابلكش الاثنين يبقى الاثنين بواحد، يبقى كده مشينا عادي خالص. طلع لك هنا 8.3 كيلو وات. هات بقى اخر حاجه السي او بي المستفاده على المعطى اللي هي كيو اي على الباور. كيو اي عندنا ب 25 هو مديها لك، على الباور انت لسه جايبه 8.3 اداك هنا 3. وكده خلصت المساله. حاجه بسيطه لازم تحلها بايديك. سلام.